اجمل فترة تعيشها فترة الخطوبة. بالله عليك الحقوني، انا النهارده عند خطيبتي وبقينا الساعه 6 الصبح ومش هتروحني انت وانا. كل يوم بتمشي الفجر يا لولو. خليك قاعد معانا للفجر يا لولي. بات النهارده بقى. ايوه خليك ما تفهمش غلط، احنا هنصلي الفجر جماعة وبعد كده روح. انت كل يوم بتمشي الفجر يا لولو. يا عوضين متأكد ان الفيديو ده للمخطوبين؟ النهارده بقى. بيت النهار يا بنت، احنا مخطوبين. اصلا انا حاسه للمخلفين. احمص. طيب انا هسألك سؤال يا آنسة، انت يا مخطوبة ابوكي منظره ايه؟ خلاص انت حبيبي. حبيبك ايه؟ ابوك لو جاي يعمل فينا ايه؟ ولا حاجة طبعا. عيب يا مدام. ايوه لحسن تكونوا فاكرين ابوها يعمل حاجة، طالما البت كده يبقى ابوها في الضياع اكيد مقضيها كده. جيجي ساسو. هوب رجعنا لي. لا بجد يا جماعة عايزين نعرف ابوها ايه نظامه. حبيبك ايه؟ ابوك لو جاي يعمل فينا ايه؟ الدبله اللي بينا دي كل حاجه. يا طب ابوك لو جه؟ ابويا لارج. ابوها لارج. ابوك لارج؟ لا مش لارج بس، ده ابوها اكس 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 لارج. استنى. ما تنسوش يا جماعة الفيديو قصير، في فقرات كتير، ما تنساش اللايك، وفي التعليق المثبت قناة التانية لازم بعد الحلقة تدخلوا عليها تابعوا معانا الفقرات. جاي يعمل فينا ايه؟ الدبله اللي بينا دي كل حاجه. يا طب ابوك لو جه؟ ابويا لارج. ابوك لارج؟ انا بشتري في سيليب. يلا يا حاجه روحيني. انت يا بابا اوبن. ابوك اوبن؟ ابوك مفتوح؟ وبعد ما شفنا مرحلة الخطوبة الجميلة هنتعرف دلوقتي على أخطر سؤال. انا جوزي مصري، هل ممكن يخوني؟ إيه ده؟ هو ده سؤال ولا إجابة؟ بيخوني وبحبه. أصل أنا مستغرب خالص، السؤال ده يشبه الإجابة بتاعته. هل ممكن يخوني؟ المفروض يا آنسة ياسمين سؤالك ما يكونش كده، سؤالك يكون كده. ليه كل الرجاله خاينين ليه؟ طب مش عاجباك الصيغة دي؟ تعال نغير صيغة السؤال، ممكن نخليها كده. الرسالة دي بعتها للحريم كل الحريم، خلي بالكم من نفسكم عشان الرجالة ملهاش أمان. الرسالة دي للحريم بس، الرجالة مالهمش دعوة. كل راجل يتخرس ويقعد ساكت ويحترم نفسه عشان ما جاش أطلع ميتين، وكل الرجالة ما مش كويسة. بس عامة احنا هنجاوب على سؤالك، يلا جاوبي. انا جوزي مصري، هل ممكن يخوني؟ طبعا من رابع المستحيلات يخونك المصري ما يخونش. من رابع المستحيلات، لأن الرجل المصري ما عندوش عرق الخيانة، ما عندهوش عرق الخيانة ولا عرق سوس. عيب عيب. وعشان ياسمين عز فاضية فهتتكلم عن المستحيلات. انت عارفة ايه المستحيلات؟ طبعا المستحيلات 3 اقولهم لك. يعني بصي لو انت مش عندك وقت تجيبيهم من جوجل، هي هتقولهم عشان هي بتطلع على الهوا عندها ساعة ونص ما تعرفش تقول ايه، فعادي انها تتكلم عن المستحيلات والمستطيلات. انت عارفة ايه المستحيلات؟ طبعا المستحيلات 3 اقولهم لك: الغول، العنقاء، الخل الوفي. بصي سيبك من الغول والعنقاء والخال الوفي، اهم حاجة عندنا المستحيل الرابع. المستحيل الرابع المصري يخون مستحيل. دي اهم حاجة. المهم ان الزوج المصري يخون نفسه ولا يخونكيش. يخون نفسه ولا يخونكيش. يجوع نفسه ولا يجوعكيش. يبيع نفسه ولا يبيعكيش. بصي انتهاء فعل مضارع يبدأ بالياء، معروف ان اي فعل مضارع يبدأ بحروف انيتو الف نون يه ت، استخدم الياء. يبيع، يجوع. نستخدم مثلا يعري، الزوج المصري يعري نفسه. يعري نفسه ولا يعركيش. بس انا حاسس ان المثل ده مش راكب، هنخليها يعري نفسه ولا يلبسكيش. ايوه مش هيلبس، هو لم اخذ متجوزك عشان يلبسك. بلاش تختبروا البنات في البعد، لان هي ممكن تتجوز وتخلف وانت فاكر انك لسه بتعاقبها. ما يبقاش جايب شقة ودافع دم قلبه ويلبسك ولا يلبسكيش. استغفر الله العظيم، ايه اللي انا عقوله ده يا عوضاني يا جليل الحياة، احذفها من المونتاج. هو ابوها راجع تاني ولا ايه؟ انا جوزي مصري، هل ممكن يخوني؟ بس شكلها اللي بتسأل السؤال ده مش مصرية. واضح ان انت مش مصرية، لانك بتقولي لو جوزي مصري يبقى انت مش مصرية. انا فهمت على طول. طبعا ده الاستاذة ياسمين تفهمها وهي طايرة. ده انا
سما وهي طايرة. طبعا يا جماعة. المهم يا جماعة، في سؤال تاني جالنا احنا في القناة يعني. واحدة بتسألني، لا مؤاخذة يعني، بتقول لي ما الفرق بين الكيرفي والفلات؟ انا هجاوبك. بنتوزة ليه يا ابو بنتوزة؟ انت انا كرفي يا عناية. يلا باي يا اخويا. هرد عليكي بكلمة واحدة. يا محنك. ايوه، اصل انا مش قصدي دي الاجابة. ودي يا جماعة اجمل رقصة ممكن تشوفيها في الفرح بين العريس والعروسة. شوفوا اجمل رقصة. بس ارجوكي لو انت هتبقى عروسة قريبا اوعي تقلد الرقصة دي، احسن صاحبتك تغير منك وتعمل فيك كده. ما تنسوش يا جماعة في آخر الحلقة اللايك والكومنت بيرفعوا الفيديو. معلش الفيديو ده سريع كده وقصير، لكن ما تنسوش في التعليق المثبت هتلاقوا قناة التانية. أتمنى إنكم تدخلوا عليها لأن بقدم عليها محتوى مختلف إن شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.